السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة كب كيكس، بس بصراحة طريقة حلوة جدا وبسيطة جدا وسهلة ومكونات يعني أقول لكم ببيضتين زي ما احنا شايفين كده، وكيك شيف. عايزة كيس، وعايزة فانيليا، وعايزة مج حليب أو لبن، وعايزة كمان أقول لكم على السر بقى. عايزة طبعا السكر حسب الرغبة، بس أنا بحط نص مج. وهقول لكم بقى على السر النهارده اللي هيخلي بجد الكب كيكس كده ابيض وهاشش. هو بصوا، عايزين طبعا نوع من انواع السيفن طبعا، بس اي نوع بقى تحبوه مش مشكله، السيفن طبعا. فهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. وذره ملح طبعا، والدقيق عايزه 3 كوبايات دقيق، وعايزه معلقه كبيره او معلقتين كبار كاكاو خام، واربع معالق سمنه. بس انا السمنه احسن في الوصفه دي، عشان لو اللي حابب يحط زيت يحط، بس مش هتطلع ناجحه زي ما انا بقول لكم كده. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده مع بعض، بسم الله، نحط مج الحليب او اللبن، كمان هنزل عليها بسم الله بالاربع معالق زي ما قلت لكم السمنه. تاني معلقه. انا عايزه اقول لكم البيض بدرجه حراره الغرفه. تالت معلقه. رابع معلقه. هننزل بالفانيليا بسم الله، 2 باكت فانيليا. عايزه اقول لكم لو فانيليا برتقان هتبقى تحفه جدا جدا بجد يعني. وهننزل كمان بالبيض بسم الله، بيضتين زي ما قلت، دي بيضه، اول بيضه ودي تاني بيضه. هنحط بقى ذره الملح بسم الله، ذره بسيطه جدا ملح. هنحط كمان نص مج السكر بسم الله. كده دلوقتي زي ما احنا شايفين، انا حطيت كده زي ما احنا شايفين كده نص مج مياه غازيه او 7، اي حاجه زي ما انتوا حابين، بس ما تكونش ليها لون. دلوقتي بقى نخلط زي ما احنا شايفين. وكده الخليط بعد ما خلطناه في الخلاط كده احنا جبنا بولة بسم الله، بنزل بقية الخليط كده زي ما احنا شايفين. جبنا المصفى السلك كده، ونحط فيها دلوقتي الدقيق بقى. نحط اول مج بسم الله، بصوا بسم الله كده اول مج. بعد ما نزلنا اول مج كده مش هنقلب دلوقتي. بصوا ده كيك شيف، ده تحفة بجد يعني. هنحطه دلوقتي بقى على الدقيق ده، بديل البيكنج باودر، بجد بيخلي الكيكة هشة كده وجميلة جدا. كده بسم الله، بصوا نحط كده، هننزل كل الكيس. نكون محضرين بقى مضرب السلك كده بسم الله. طبعا احنا نزلنا بس بأول مج دقيق. دلوقتي بقى هننزل تاني بتاني مج برضو. بصوا كده انا نزلت بمجين الدقيق زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي بقى هنقلب كده بسم الله. طبعا انا زي ما قلت لكم احنا سايبين نص مج زي ما قلت لكم مياه غازيه، تكون مش ما فيهاش لون. اي نوع بقى انتوا عايزينه، سينا كولا اي حاجه، بس تكون زي انا طبعا مش بقول السيفن، زي السيفن كده يعني. دلوقتي بقى هننزل دلوقتي، بصوا حسينا الخليط تقل، هننزل بقى بنص المج اللي انا قلت لكم عليه الميه الغازيه كده بسم الله. كده نص المج.
بصوا لو عايزين مثلا خف معاكم الخليط ممكن نزود ربع مج تاني دقيق بس. كده زي ما احنا شايفين، بصوا القوام كده احنا عايزينه كده، ولا تقيل ولا خفيف بجد كده. بصوا طلع تحفة وهيطلع فاتح بجد، الكيكه هتطلع جميله جدا، يا ريت تجربوها. دلوقتي بقى هنجيب صواني الكب كيكس، وبعد كده هوريكم دلوقتي كده. انا عندي طبعا حاجه كده بحط فيها الخليط ده، هوريها لكم احسن. طبعا انتوا عارفين اما بنحط في القوالب الكب كيكس بتتعب يعني. زي ما احنا شايفين كده احنا حضرنا قوالب الكب كيكس، ودلوقتي طبعا حطينا فيها الورق المخصص للكب كيكس، واوريكم دلوقتي بقى انا حطيت الخليط في ايه. بصوا هي دي زي ما قلت لكم كده، انا حطيت طبعا الخليط هنا بتاع الكيكه او الدقيق، طبعا العمليه بتاع الكب كيك الخليط. دلوقتي هوريكم بقى بتعمل ازاي بجد تحفه، وطبعا سهله جدا. بصوا كده زي ما احنا شايفين كده، بصوا هي بس بتفتح كده، بصوا بفتح انا من فوق بصوا، وبتنزل الخليط زي ما احنا شايفين كده، بصوا بتقفل. بصوا بجد تحفه. طبعا هنكمل كله كده زي ما احنا شايفين كده اهو بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. طبعا لو عندكم الشوكليت شيبس ده انا بحبه جدا، احطه كده من فوق بسم الله. بحب بصراحه اوزعه كده على الوش كده، بصراحه بيدي طعم جميل جدا. كده خلصنا كل الكميه زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي بقى ندخلها الفرن على درجه حراره 180 حوالي نص ساعه ل5 دقايق او نص ساعه. نبص عليها برضو بعد ربع ساعه، هي عشان هي بتستوي بسرعه بصراحه، مش زي الكيكه اللي هي بتبقى طبعا في الصينيه. زي ما احنا شايفين كده انا خدت شويه من الخليط، يعني حوالي اقل من نصه عشان اعمله شوكليت. هجيب كاكاو خام. دلوقتي هوريكم دارك ازاي. بصوا انا زودته، بصوا هتحسوا خفيف القوام بتاعه عن القوام التاني. ربع مج 7. بصوا بقى بسم الله نحط معلقتين كده كاكاو، معلقتين كبار كده زي ما احنا شايفين. دلوقتي بقى هحط عليه معلقه كبيره زبيب، اللي مش حابب براحته، بس هو بصراحه بيفرق في الطعم، ومعلقه كبيره جوز هند. بسم الله. دلوقتي بقى هحط معلقه الزبيب زي ما احنا شايفين كده، معلقه كبيره، وكمان معلقه بسم الله جوز هند زي ما قلت لكم. هنقلب بقى كده. دلوقتي برضو ونجيب قوالب الكب كيكس، نحط فيها ورق الكب كيكس برضو، وهندخلها الفرن برضو نص ساعه ل5 دقايق او نص ساعه، ونبص عليها بعد ربع ساعه عشان هو بيستوي بسرعه بصراحه، على حسب بقى الفرن، على 180 زي ما قلت لكم كده. وكده زي ما احنا شايفين ده طبعا اللي الشوكليت او الكاكاو. دلوقتي برضو هنحطه في الفرن. وكده الكب كيكس بعد ما طلع من الفرن بجد طالع تحفه. وعايزه برضو اوريلكم واحده، بصوا بسم الله، بصوا طريه ازاي، بجد طالع جميل جدا، يا ريت تجربوه. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. وده الكب كيكس طبعا الشوكليت، بصوا بجد طالع تحفه، بصوا مش بيلزق ولا اي حاجه، وبرده زي التاني بصوا طالع طري وجميل قوي.